يا صباح الورد والفل والهنا على عيونكم يا اجمل متابعين في الكون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. النهارده روتين حماسي كله نشاط وطاقه ايجابيه، ان شاء الله يخليكي تتحمسي كده معايا وتقومي تشتغلي وتخلصي كل اللي وراكي. النهارده هنعمل بقى حاجات كتير في البيت. اول حاجه كده هننضف المطبخ كده لانه كان خلاص بقى لا يرثى له، يعني لازم ننضفه كده. بصوا فاكرين يا جماعه منظف الدهون انا كنت عاملاه معاكم وعايزه اقول لكم جربته في كذا حاجه تحفه التحف. بصوا على البوتاجاز، عايزه اقول لكم لمساته سحريه، بيلمع لي الستانلس ستيل جدا، وكمان بينضفه من اي دهون واي بقع فيه. بجد يا جماعه خطير، جربوه. ان شاء الله ان شاء الله هشتري منه تاني وهعمله. بجد حلو رغم ان هو ب 29 جنيه، فبس منتج قوي. اهم حاجه بس تلبسي كده جوانتيات في ايديكي عشان خاطر ما يجيلكيش حساسيه منه. هو بالنسبه لي ما بيعمليش اي حاجه، بس انا لازم البس جوانتي مع الحاجات المنظفات دي، بخاف بصراحه على ايدي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا يا جماعه دايما قولوا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. ودايما قولوا لا حول ولا قوه الا بالله، واستغفروا الله كده طول اليوم. ان شاء الله تعالى ربنا كده يغفر لنا ويساعدنا في حياتنا ويوفقنا للخير باذن الله. زي ما قلت لكم كانت اهم حاجه بالنسبه لي المطبخ. بقى بفكرك لو انت اول مره تشوفيني تشتركي في قناتي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الجديد بتاعنا ان شاء الله تعالى. لايك حلو كده زيك، اشتراك، تفعيل الجرس عشان يوصلك كل الاشعار مني بفيديو او لايف بعمله باذن الله. طبعا عايزه اقول لكم المنظف ده خلالي البوتاجاز فعلا بربرق نضفه قوي. لسه هعمله من الجنب كمان، بس طبعا بقى كل شويه بقطع معاكم لان انا بروح اشوف زين وبرجع. بصوا حبايبي انا خلصت البوتاجاز، وكمان علقت بقى الستاره تحت الرخامه وتحت الحوض. تحت الرخامه لما بحطها كده بتديني منظر جمالي قوي. جبت بقى الفوطه بتاعتي دي، الفوطه دي انا مش بستخدمها غير للتنظيفات فقط، عشان هصفي عليها المواعين. هغسل بقى المواعين كده وهظبط الدنيا لان المواعين عندي كانت كتير. بصوا بقى من ضمن الحاجات اللي انا ان شاء الله ناويه اغيرها، اغير المكان الفلتر ده هشيله طبعا، هحطه تحت الرخامه. بس ده في الخطه الجايه. انا على طول اقول لجوزي تعالى اعمله لي على السيراميك كده ابعده عن ايدي، هنا على الرخامه شكله مش حلو. يقول لي لا بعدين بكره الصبح السنه الجايه، بقالي سنتين كده على الوضع ده، فهو باله طويل. فانا فقدت الامل خلاص بصراحه ان هو ينقل لي الفلتر وكده. فانا في نيتي ان شاء الله ان انا اوضب المطبخ وافتحه واخليه امريكان يبص على الطرقه، واشيل بس وحده المطبخ دي كمان مش هحطها هنا، هحطها في المسقط اللي ورا وهخلي بس ايه يعني المفتوح بقى امريكان، وهظبط الدنيا. وهعمل يا جماعه رخامه بس جالاكسي اللي هي اللميع دي وحاجات كده، يعني حوارات كتير. فادعوا لي ربنا يرزقني، وشوفوا كده الفيديو للاخر، وكمان شوفوا الاعلانات كلها يا جماعه، ما تعملوش تخطي عشان ربنا يرزقنا كده ويكرمنا باذن الله. ان شاء الله تعالى لو ربنا اكرمنا باذن الله نوضب المطبخ كده ونظبط الدنيا. بخلص بقى غسيل المواعين كلها، والاول هسيبها هنا تصفي كده على الفوطه، وبعد كده ممكن اجيب فوطه تانية وامسح بيها واحطها بقى فوق في الصفايه اللي فوق. بصوا الحله دي عندي من يوم ما اتجوزت، مش هين عليا اغيرها، جميله قوي يا ولاد بصراحه. بطبخ فيها الفراخ، اللحمه حلوه جدا جدا. بصوا ده الصابون برضو السائل اللي احنا كلنا عاملينه مع بعض، برضو جميل جدا يا جماعه. المهم بقى اخواتي، انا عايزه اقول لكم على حاجه حصلت لي النهارده. لفيت لفه على الدواء بتاع زين، هروح اطعمه. فانا دايما بحب اجهز نفسي قبل التطعيمات وكده، اجيب بقى المسكنات بتاعته وكده. بستخدم نوعين، بستخدم لبوس سيتال 120، وبجيب كمان بروفين. الفلكوا على البروفين مش لاقيه حواليا خالص لفيت يجي 8 صيدليات مش موجود. المهم رحت بقى فين، رحت طلبته على التليفون على العزبي، قالوا لي موجود وجابوه لي الحمد لله. بس قعدت كتير استنيتهم على ما جابوه، بس جه الحمد لله في النهايه، والحمد لله جبته. وجهزت نفسي عشان هروح اطعمه ان شاء الله تطعيم السنه ونص بكره. هقول لكم بعمل بقى ايه وبتصرف ازاي. فالنهارده بقى ايه هنفرح انا وزين، عشان بكره هيبقى يوم اكتئاب. زين مش هيسكت يعني تطعيم السنه ونص صعب جدا جدا، بس هو ليه معامله خاصه كده ويعدي، يعني بيبقوا يومين صعبين بس بيعدوا على خير طالما مجهزه بقى مسكناتك وحاجتك، فالموضوع بيكون سهل ان شاء الله. بكره هقول لكم بعمل ايه وبتعامل معاه ازاي. ويا جماعه شجعوني بالله عليكم عشان استمر في تنزيل الفيديوهات. شوفوا الفيديو للنهايه، ربنا يا رب يبارك لكم في صحتكم وفي اولادكم وفي كل حد بتحبوه. وكمان سيبوا الاعلان، مش هتخسروا حاجه خالص، تبوه اعملوا يعني افتحوا الفيديو مثلا وانتوا بتعملوا حاجه وسيبوا الاعلانات كده للاخر شغاله. بصوا حبايبي هنا برضو وانا واقفه في المطبخ مش سايبيني، سيف عمال يسالني في حاجات وكده. بحب قوي اخلص معاهم المنهج، يعني بحب مثلا ان هم قعدوا من المدرسه وكده لازم اخلص المنهج يا جماعه بتاع السنه. ليه؟ لان السنه الجايه بتبقى مترتبه اصلا على المنهج القديم. يعني المنهج ده لازم يخلص كله يا جماعه، لان ده تاسيس، بتاسس الطفل، بتعلميه عشان السنه الجايه كل المنهج الجديد هيبقى قايم على المنهج القديم.
المهم هنا بقى اخواتي نزلت الفلتر كده في الحوض وهغسله غسله حلوه. ما بينضفش عندي بقى غير بالكلور. الكلور ده يا جماعه اساسي، وشويه اريال كده. هغسل الفلتر كده من بره، والحوض برده عندي هغسله بالاريال والكلور. بصوا هنا انا كنت حاطه فرع لد بس وقع، هجيب له بقى دبل فيس تاني وهشيل القديم ده وانا هحطه ان شاء الله، او هستنى بقى لما اشوف هغير في المطبخ ولا لا. ان شاء الله ان شاء الله ان اراد ربنا في اقرب فرصه هغير فيه، لان فعلا انا محتاجه اغيره عشان نفسيتي وكده، محتاجه احس بالتغيير في البيت بجد والله يا اخواتي. بصوا حبايبي هنا بقى غسلت الفلتر خليته فله وريحته بقت جميله. لما بحطه كده ايه العيوب بقى اللي بتقابلني انا؟ بصوا حبايبي لما بحطه على رخامه كده بلاقي حواليه ميه ريحتها وحشه، فلازم كل يوم اشيله وامسح حواليه، لازم. لكن لو انا معلقاه بقى على الحيطه مش هيكون الموضوع ده موجود، فبتلاقي ميه ريحتها مش حلوه. عارفين انتوا ريحه مش حلوه يعني، ريحه الميه المتخزنه. المهم حبايبي انا ايه كل يوم بمسحه ومش عارف ايه واعمل، بس انا تعبت كل يوم اقول لجوزي يا عم الحاج علقه على الحيطه. إيه طيب هبقى اعمله، طب بكره، طب بعده، طب مش عارف ايه، بصوا بيحرمنا نطلب منه حاجه والله الراجل ده. بس تقريبا دي في الجواز كلها، يعني في الجوازات الازواج المصريين كلهم كده تقريبا، يعني عندهم العاده دي. يعني ممكن تقولي غير لي اللمبه، ممكن يقعد سنتين عما يغير لك اللمبه، مش فاهمه ليه بجد. هي لازم عندهم كده. المهم انا اخواتي بقى كنت بنضف برضو الحنفيه وبظبط حنفيه الفلتر والمكان كله كده بخليه حلو، لان الحوض لما بيكون نضيف هو والبوتاجاز في المطبخ بحس كده بالانتعاشه. انا كنت ماسحه الارضيه وشايله السجاد ومظبطه تحت يعني على السيراميك وكده، بس كان ناقصني بقى المطبخ. في المطبخ البوتاجاز والمواعين. خلص بقى المواعين وبعد كده هنشوف برضو هنعمل ايه وكده، وهفرجكم على الحاجات اللي احنا هنعملها ان شاء الله. ادعوا لي كده يا حبايبي ان التطعيم ان شاء الله بكره يعدي على خير كده مع زين ويبقى كويس وصحته حلوه، لانه بيصعب عليا يا جماعه جدا، اقسم بالله العظيم بيصعب عليا بطريقه. بصوا بحس ان هو لسه بيتعلم المشي بقى من اول وجديد وكل حاجه. هو النهارده مروق اهو، هتشوفوا دلوقتي مروق معايا ازاي وعمال بيساعدني وهيعوز يغسل معايا. هنا بقى نيجي على اللحاف الفايبر ده، انا بغسله لانه يا جماعه انا لسه بستخدمه. هتقولي بتستخدميه في ايه يا ام سيف؟ العيال كلهم عايزين يناموا معايا في نفس الاوضه، فانا بفرش لهم اللحاف وعلى البطانيه وبيناموا على الارض كده جنبي، وانا وزين على السرير فوق. وجوزي بقى بينام في اوضه الاطفال. طبعا هم عاوزين يناموا جنبي، لازقين لي لزقه مش قادره اقول لكم، مش ممكن. المهم هنا بنقعه يا جماعه، بسيبه حوالي ساعه منقوع عشان خاطر ينضف. وبصوا ساعات انا بطلع عليه كده بقعد اضغط عليه برجلي، او بخلي حد من العيال يجي يقعد يلعب كده، فاهميني؟ بخليهم برضو يشاركوني. قلت له يا زين تعالى كده العب هنا، بصوا بيضحك كده وفرحان. المهم يعني انا بخلي الاولاد يساعدوني، ولازم اعمل كده عشان خاطر يطلعوا طاقتهم، لان احنا قاعدين في البيت على طول. انا يا جماعه ما بحبش اخرج، مش عارفه الحاله دي ايه اللي حصل لي، انا ما كنتش كده. انا كنت بحب اخرج جدا جدا، واكتر واحده تخرج، يعني كنت كل يوم والتاني كده تلاقيني البس واخد العيال واخرج مع سيف وفرح. لما جبت زين معرفش يعني، لا بقيت بكره الخروج جدا، مش عارفه بقى ليه. المهم يعني هشوف لكم برضو، شوفوا لي حل في الحاله دي يا جماعه، لان انا فعلا كرهت الخروج. المهم اخواتي الغاليين، وقعته كده على الارض وانا منضفه الارضيه كلها يا جماعه كويس بالكلور والديتول وكل حاجه، عشان خاطر هو تقيل جدا. وبعدين رجعته تاني في البلاستيكيه، وظبطته كده وشطفته حلو، وحطيت عليه المعطر اللي انا بستخدمه يا اما اللي انا عاملاه يا اما سيكريت جاردن ده بتاع مايوي تحفه. انا ساعات كده بجيب كيسه اعملها، ان شاء الله هعملها معاكم برضو قريب، بتدي لي ريحه للهدوم والمفروشات وكل حاجه حلوه قوي. العطر ريحته رهيبه. بصوا زين بقى هدومه بقت روبه. غرق نفسه ميه خالص استحمى. المهم هو بيحب يساعدني، يعني هو زين بيحب يساعدني. اخواتي جبت بقى سجاده اوضه الاطفال وقلت اغسلها لانها ما كانتش نظيفه خالص، وقلت كده فرجكم بقى ايه عليها. السجاده دي يا جماعه كانت متطربه كده ومش عجباني. بصوا الولد عمال يعمل ايه الواد زين. مجرم. المهم حبيبي انا شطفت اللحاف كويس جدا وبقى نضيف. زين بقى لازم يعني ما يسيبنيش، زين ما بيسيبنيش لحظه بجد، معايا على طول. لما اجي اخرج حتى يشبط فيا اخده، واقفه في البلكونه بنشر عاوز يجي يقف معايا، والمشكله ان هو بيقعد يتسلق كده الحديد فبخاف عليه جدا، فهو طول الوقت معايا ربنا يحفظه ويحميه. ففعلا شغل البيت مع وجود طفل صغير ده بشع، فاحنا بنعاني بجد. المهم اخواتي يعني انا بحاول برضو اعمل اللي ورايا. غسلت السجاده هنا زي ما قلت لكم، كانت متطربه كده ومش عجباني، وانا ما بحبش ريحه التراب في اي حاجه في البيت، ما بحبش التراب، ريحته بتخنقني، ما اعرفش بقى عندي حساسيه ولا ايه. بجيب كده اي فرشه بقى عندك مقشه او فرشه، وابداي ادعكي كده السجاده، حطي عليها بقى كلوريكس الوان او كلور ابيض او فانيش، اي حاجه بقى انت بتستخدميها، شوفي اللي بتستخدميه ايه.
انا عن نفسي بستخدم ساعات اللهلوبه برضو. اللهلوبه بتاعه مايوي جميله قوي، بحط منها شويه في ميه في الميه اللي بصبها عليه، وبتبقى حلوه قوي، بتشيل البقع. بصوا خلي هدومي ميه زي الواد زين. المهم اي بقع في السجاده بتطلع مع اللهلوبه بتاعه مايوي. وممكن انت تستخدمي بدائل تانية لو مش متوفره عندك اللهلوبه، او تحطي شويه بيكربونات وبرده بتخلي لك السجاده بتبرق. هنا بقى قعدت ادعكها، حطيت انا حاطه يا جماعه اللي هو الفانيش او الكلوريكس، حطاه مع المسحوق. بعمل خلطه كده في اول لما الشهر لما بيجي، بعمل الخلطه دي تبقى عندي بقى للغسيل بتاعي، لان أنا الغساله بتاعتي عاديه دلوقتي هاف، فعادي خالص الرغوه وكده. فبعمل بقى الخلطه دي زي ما قلت لكم، شويه كلوريكس الوان على شويه مسحوق، وبحط شويه بيكربوناته وشويه بقى يا جماعه من اي معطر بتستخدميه مثلا، وتقلبي كله مع بعض. طبعا غسلتها، عايزه اقول لكم كانت مطلعه تراب رهيب، هي مش متوسخه بس مليانه تراب. بالنسبه بقى للقطعه اللي في السجاده دي ان شاء الله هعالجها برضو، بس كل ما اجي ان انا انوي انزل اشتري القماشه اللي هعملها عليها، الاقي ان ايه بقى، يحصل ظرف او كده. فان شاء الله هروح اجيبها قريب وهجددها برضو معاكم، وهنخلي شكلها حلو، لان بصراحه السجاده دي تقيله ومحمله، فخساره ان انا ايه اخسرها يعني. قلعت بقى زين الهدوم بتاعته لانه كان خلاها كلها ميه. وهنا خلصت خلاص السجاده يا جماعه. بصوا بروسلي واقف جنبي اهو بيساعدني، حبيب ماما، ربنا يحفظه ويحميه ويبارك في عمره، ادعوا لي يا جماعه بجد. هنا بقى كنت بشيلها عايزه اشطفها، وهو بقى جاي عايز يعمل يعني هيشوفني دلوقتي بعمل ايه، هيعوز يقلدني بالظبط. المهم بس بمسح الميه عشان ما يقعش يتزحلق. ويا جماعه الحمام نظيف جدا وامان، انا يعني كل يوم لازم اغسله بالكلور، يوميا بالكلور والمسحوق، كلور واوكسي، كلور واوكسي لازم. القعده هكذا كله كده، لان انا ابني بيدخل جوه يقعد، يعني زي ما بيخش الحمام جوه يقعد. حبايبي الغاليين، هنا بقى بالمساحه بشيل اي ميه مش نظيفه، وبفضل اشطف السجاده لغايه لما الميه اللي نازله دي يا جماعه بتبقى شفافه. لازم، لان ده تراب، احنا مش بننفض السجاد زي الاول. طبعا ما بعرفش انفضه عشان خاطر جيراني، فلو انت عندك سطح اطلعي كده بعزم ما فيكي وهبدي فيه كده هبدتين 3 بالمنفضه، هيبقى زي الفل. بعد كده تعالوا بقى افرجكم بشتري ايه وعشان يوفر لي وكده. بصوا حبايبي دول فرختين صغيرين، الفرخه كيلو ونص، الفرخه عامله 150 جنيه، ربنا معانا في الاسعار دي والله. الفرختين 300 جنيه ومعاهم كبده وقنصه. دي كبده يا جماعه متقطعه بانيه. الكبده دي يا جماعه برضو جميله قوي ومستورده، بنجيبها ب 75 جنيه. وجبنه موز، دي كده مشترياتي النهارده. الفراخ هعملها، هقسمها بس ايه معاكم. عايزه بقى ايه اطلع الدبابيس. وبصوا التصوير ده تصوير سيف بقى، معلش سيف كان بيصورني وكده، لان انا ما كنتش مالكه ان امسك، والحامل عندي مش عارفه كان ماله، كان عمال معلق معايا. المهم انا بطلع الدبابيس عشان عايزه اعمل وجبه دبابيس كده، بس يعني هجمع كمان. انا هجمع 4 دبابيس وهجمع عليهم تاني ان شاء الله، عشان كده الدبابيس دي صغيره والفرخه اصلا صغيره. انا كنت جايباها عشان اشويها، بس بعد كده ابو سيف قال لي لا طلعي الدبابيس، قلت له خلاص ماشي. نزلت كده السوق يا جماعه جنب البيت، وجبت بقى الحاجات الجميله دي. هقطع بقى يا جماعه، مش عارفه ايه ده بيض مسلوق ولا ايه، مش عارفه بجد ده ايه. المهم ما علينا، انا هبقى اغسلها غسله حلوه. بصوا هنا برضو هقطع بقى، بقطعها يا جماعه ايه 4/4 الاول، يعني الوركين بفصلهم، وبعد كده الصدر بفصله. وممكن ما افصلش الصدر، لان الصدر صغير مش كبير، فبسيبه كده يبقى شكله حلو يملى العين. لو قطعته كل واحد لوحده هحس ان هو صغنطوط قوي الفراخ دي يا جماعه الصغيره بتكون حلوه قوي في الشوي في الكيس الحراري او على الفحم، دي ميزتها كده. انا كنت بصراحه ناويه اعمل كده، بس اتفاجئت بقى جوزي قال لي لا طلعي لي مش عارف ايه، طلعي لي الدبابيس واعملنا وجبه دبابيس عشان نبقى نعملها كنتاكي. المهم ان انا خلصت يا جماعه، عايزه اقول لكم غسلتهم بقى حلو قوي، غسلتهم غسله حلوه. وهنا كنت سلقه شويه بومبار، وغسله الفراخ حلو بالطحينه والليمون والدقيق والجنزبيل. غسلتهم مفيش فيهم ريحه اي زفاره، ريحتهم تحفه. هنا زي ما قلت لكم خلاص انا بقى غسلتها، وفي الاخر برش عليها ايه بقى، شويه فلفل اسمر مع بصلايه يا جماعه مبشوره، وادعك الفرخه، انسى اي ريحه زفاره. الطريقه دي يا جماعه تحفه. طيب هنعمل ايه، هنسوي بقى الفرخه. اول حاجه بشوحها مع بصل، وطبعا هنا مجهزه المكرونه ومجهزه حاجتي. بشوح بقى الفرخه تاخد صدمه كده على النار. ده الصدر اهو، مرضتش ان انا يا جماعه اقطعه لان لقيت الورك صغير قوي. بصوا يا جماعه الفرخه عندها السل بصراحه فرخه مسلوله، مش مشكله، حلوه جميله، يلا زي الفل، رضا ونعمه من عند الله. كده بعد ما خلصت الاكل حمرت الوركين بس، وجوزي طلب الصدر مسلوق، خليته زي ما هو مسلوق، ولكن انا حمرت الحته بتاعتي. وهنا ده البومبار جاهز معايا بعد ما حمرته في النار. بعد كده يا جماعه جبنا بقى شويه فاكهه، جبنا فراوله، وجبنا كمان موز، وجبت يا جماعه اناناس وتفاح. الحاجات دي كلها بتبقى حلوه وجوافه، عشان نعمل بقى ايه خلطه بيضه. نعمل ايه النهارده، نعمل سلطه فواكه.
هنعمل سلطه فواكه. سلطه الفواكه دي بتبقى حلوه قوي يا جماعه، وبتكون جميله جدا ومغذيه ليكي وللاطفال. يعني اعمليها ليكي ولاطفالك هتبقى جميله. غسلتهم حلو قوي يا جماعه بالميه الجاريه كده. وبعد كده بقى هبدا ان انا اقطعهم كده مكعبات صغيره، وهخلص تقطيعهم وافركهم عليهم في الاخر. بجد يا جماعه بتبقى حلوه. ممكن بقى انت تجودي وتضيفي لها بقى ايه، تعملي عصير مثلا وتضيفيه، تحطي عليهم شويه عسل ابيض. انا عن نفسي حطيت معلقتين عسل ابيض وبس، ولكن فعلا كان طعمهم حلو. يعني انا هكتفي بالعسل الابيض لان العسل مفيد جدا وهيقوي مناعه الاطفال وكده. انا مش عايزه غير ان مناعه الطفل تكون حلوه. طبعا ممكن تغيري الفاكهه لاي نوع فاكهه انت بتحبيه. يعني انا حاطه موز وبرتقان واناناس، انت غيري، عايزه تحطي حاجه تانية حطي. لكن انا كمان عايزه اقول لكم في اليومين دول الشمام يا جماعه عسل. الشمام طعمه زي السكر، جبته كذا مره بصراحه حلو قوي. فانا غيرت بس النهارده، لكن فعلا فعلا الشمام تحفه. هاتيه برده وضيفيه، واعملي السلطه بتاعه الفواكه دي لاولادك لانها بتكون مفيده جدا ليهم. الفراوله ما عادش موجوده غير قليل قوي، انا جايباها يعني باعجوبه، بس غيريها لو انت مش موجوده. بس المهم تعملي لاولادك الطبق ده بيبقى حلو قوي. هنا بقى خليت جوزي يكمل لان انا كنت اتلسعت في ايدي يا جماعه وما كنتش عارفه ان انا اقطع. قلت له بقى ايه، بقول لك ايه، كمل انت بقى علشان خاطر انا ما عدتش ان انا إيه قادره اعمل اي حاجه. إيه بس وكده خلصنا الطبق بتاعنا. زي ما قلت لكم ضفت برده شويه برتقان. البرتقان فيتامين سي حلو عشان الاجهاد الحراري لان الجو حر قوي، وشويه موز عشان الاطفال. وبجد يا جماعه جميله. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واشوفكم على خير. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.